فاز المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 في المباراة التي جمعته في الساعات الأولى من صباح اليوم بالمنتخب الإيراني. وتدخل المباراة في إطار دوري دولي تنظمه الفيتنام، وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية في لقاء اليوم كل من معاد سين عبد الله المتقي إيهاب الشرادي محمد بولوح زراري ورائد السبع بوترابة. وسيواجه المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم داخل القاعة في اللقاء المقبل نظيره الفيتنامي، وذلك يوم 31 مارس. وشهدت المباراة ريمونتادا خيالية من المنتخب المغربي بعدما كان المنتخب الإيراني متقدم على المنتخب المغربي.